بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. الكلام للاتنين، ست البيت وراجل البيت. الرسالة دي مهمة جدا. لو سمحتم ما تدخلوش حد بيوتكم، ولا قريب ولا غريب. طب ايه السبب؟ خراب البيوت سهل وأسهل منه مافي. ربنا حط لك حدود، سيدنا النبي جيب الرسالة وفيها شروط وقواعد وحدود، فما تكسرش انت الحدود وبعد كده تزعل وتقول انا اتقر عليا، انا اتحسدت، انا كل حاجه راحت مني، اصل فلان دخل عندي بصلي في ال 200 جنيه اللي كانوا على التسريحه، وعلانه دخلت شافت الديب في الليزر بتاعي. ما هو محدش ضربك ولا ضربك على ايديكي. الانسان عقله في راسه يعرف خلاصه. بمعنى انا دلوقتي قاعد في امان الله، صاحبي وصاحبك على الكافيتيريا تحت، صاحبتي وصاحبتك في المدرسة يا بنت الحلال، صديقي وصديقك بره في الشارع. ندخل البيت نقلع ودنا، مش الاتنين، الودن اللي كان فيها الكلام بره، وندخل بالودن النظيفة، وما نسمحش لحد انه يعرف اسرارنا ويكشف ستر بيتنا ونرجع نزعل ونلوم عليه. لا، اللوم على حضرتك، وانا بعاتبك انت، لان محدش هيخبط على بابك وانت تفتح له غصب عنك. ربنا حط الشروط وقال اوعوا تدخلوا البيوت الا لما تستأذنوا وتستأنسوا وتسلموا على اصحابها، ولو قالوا لكم ارجعوا ارجعوا، ده احسن ليكم. ليه؟ الجرس لما برن انت ما تعرفش اللي قاعدين في البيت مالهم، محتشمين، متعريين، متغطيين، قاعدين واكلين شاربين، مستورين، عندهم حاجة مش حابينك تعرفها. ايه المشكلة؟ دي مفيهاش حاجة تزعل. طب انا خبطت ورنيت الجرس، حطيت ايدي، اكن الجرس ده وحشني من سنين ما برفعش ايدي من عليه. ما بالراحة بس، ما حبيبنا قال 3 مرات ويبقى في هدنة. قدر اللي جوه نايم، قدر ناس كبيرة بتعالج مريضة، قدر ست والدة في مرحلة الولادة. حاجات ياما لما هنعدها مش هنعرف نكفي فيها ولا نوفي. ولكن العيب دايما ما تلقوش على غيرك، واقدر دايما واعرف حالك انك تتعلم المسؤولية. غلطك انت اعرفه وتعلم منه، وما تكبرش فيه، وما تقولش ده اخويا. ايه ده؟ لما تيجي زوجتك مثلا على سبيل المثال تقول لك والله احنا مش حابين